كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سنن الفطرة فطرة الله دال وأي سحقوالين وأي سحقوالين دولشتلهم دوئس فطرة سنتش وتسمى أيضا خصال الفطرة أوتنا كاجس الفطرة يعني، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. هون دالشي يهم النشلير وشوتاجا إذا فطرة الله دال أدم تحقوالين دولشتل فطرة تيسيس وتعويس واستحبها لهم سارنا فطرة دوق ديزين دولشتل ليكونوا تاني مستحب دين دولشتل ليكونوا خيل رحم على أحسن هيئة تولج كتساحة وأكمل صورة دوزن سرتاعة قوتش خز كتسوش إشخلي ترحم. لكن سنن الفطرة يقضى وشتو السواك هو استعمال عود أو نحوه كفرشاة في الأسنان. إذا عود دجك ليل وردو إذا يتونه ترنك ترجش مثلا يلشو شوات كسن إشت لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. قد ترجش خواتلش الهما يشت عياخر حام يأم نشخليل إذ يوحى جوشهم نشخليل إش. والسواك مسنون سواك سنته في جميع الأوقات مسوء خيانشكح سواك حقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا يرجو عليه الصلاة والسلام أدم ببوش دهتنا مطلقا هاتي سخن دازوت وانا دوتش وبشم ولم يقيده بوقت دون آخر تخن هوكين مجر دوكن مجر ياسر بالقلت دوكش مطلقا تقيقنهم دويس بوش دهتنهم دويس، حيث قال صلى الله عليه وسلم بيمر إيلير السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سواك إذا بتتأنيش بقت أنيش وما يويزه الله ريز وشما دويز. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم يشبه مرئله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سأمة خلق يردات على أمر دير مدر سواك حق ألا هور لامزن دعوتش. رواه مسلم. فائدة إسرائية يتأكد السواك حقر تجعله شو متيجش عند الوضوء لامز ويسوش والانتباه من النوم نابر سماجي وتغيير رائحة الفم بقر حوش خيس يلجي وتغير تويس وقراءة القرآن قرآن ديوش تشكينا والصلاة لامز تشكينا والصلاة عند بوش تيرها. وكذا عند دخول المسجد والمنزل اجتمع يجيك توولش وسم توولش حقر اسمتك شكاحة مؤكد يا حقر. شولا ضلا سنن الفطرة إذا حلق العانة بيحكي متيرة شلع باكر ويا الشعر نابت حول الفرج عانة بوهق هدو إذا حال بالتشوبو إذا بيحكي متقوندح. وفي إزالته جمال ونظافة اسمتي مستعيا كارتي تنوير إذا خزل لأ تنال دويس. ويمكن إزالته بغير الحلق من بريت سيشاء ويشتد عياق لويزباه كالمزيلات المصنعة أنا سوري مين يرشولا رازن هم نشتعيوش المشين كوليد إزي وش تهاسون كتاس إزي لشولي تارتان. يكره ترك شعر العانة نجلات الندو اتمتي داتن تنسيش يتر اتعمس يتر نجلات الندو. وكذا ترك نتف إبط إشتات إيم كلر مس شو داتس بوكس بتر إذا مكرودو. وقص الشارب إشتا ميقدع صدوقش ديتر مكروه دو. وتقليم الأظافر معارش دعسا يوخش ديتر مكروه دو.
ما تسلت ميلخان نلت مكرود أكثر من 40 يوما. داقا شوز دين الصو شبيك متيج تيجا دول دش واتسع تيم كلا تروبوك واتسع مثلا معاش تعيوش واتسع صورك صورك ده سو إذا نجلاتي ندو. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأمر أنس باه وقت لنا في قص الشارب طين خن تأخير ميقدات دريح وتقليم الأظفار معارش تعيا خريح ونتف الإبط تيم ثانية رخة وحلق العانة يحكي ميتيوتي تودع بيحكي لا ثانية من الخنيريز ألا تترك أكثر من 40 شوز أن السو تيتر وشوز دين السو سعير يهم تجاحا يتسوي حقين دوجاحا شين تعونا تدش صورك دين السو عميق شتات الدسرك مقوش سن دو وقو مفهوم الحديث لا دوك تعيا خير دوك تعوج معاير سيخ يعني تعوج الميق سيخ داخله داقل إيش دوج حوله حد عيوقشة صنعونا وداش حجر وقيس وصوب سكتين خلويش وخز خلويش قولوني قص الشارب وإحفاؤه ميق دعلر قرأة إذا دا قرأة يقول سنن الفطرة وهو المبالغة في قصه إذا دكت أو إزدات دردويس لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار وندعج إذا تسرع خزر ليو تسنلو كيرسنا نخلطو يردو كيرسنا واخو يسم ميق مجوش واخ يتسرشغل ميق واخ يتسرشغل تان إش سنة يرشات عبولا بصل دينا بيشبو ميق واخ يتس إعفاء اللحية مجوح يتر إذا سنن الفطرة دو سنن الفطرة يوقع حدق واجب دو حدق مستحب دو سنن الفطرة هنا تويس أدم فطرة تقوى يقش الله دالة فطرة أدم حقوى لين أدم ديز شو منشتوش المعنى فطرة تعول سجن سنة خيلشي واجب داس بغداتيز واجب دويس ما تعدش واجب دو تعدش سنته إعفاء اللحية إذا سنن الفطرة دو إذا واجب دول سنن الفطرة دو وقد وردت الأحاديث الصحيحة في وجوب إعفاء اللحية ده سبب حديث اشداه كنا مجوح يتر واجب خلرقع وتركها ووجوب إعفاء اللحية وتركها وإكرامها أقا إذي ترأى مجوح خيت يقول يتشتن ليرن برأة تستعون دش لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة يعني ومظهر الرجولة وندعج مجي تريح خزر الله يسقع تحققون خلايو حقو تشولش سقع مجد عياكشي تحقق أدم زوجو ترول الخوتك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما الآلة 5 من الفطرة بخيهما فطرة تغدو الختان خادور والاستحداد بيحكي ميتك تنير ونتف الإبط تيم كلية تنير وتقليم الأظفار معارش آخر وقص الشارب ميقطع داقر ميقطع تستر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما الآن 10 من الفطرة إتهم دو فطرة قص الشارب وإعفاء اللحية مجوح يتر والسواك سواك حكر واستنشاق الماء تسخي مرج تؤوش مرج زنبر وقص الأظفار وغسل البراجم إذا وكيوغ سوستاوش كيوغ يقين يشيلر ونتف الإبط تحقيز لك حقير وعلق العانة إذا حقير وانتقاص الماء يعني الاستنجاء وانتقاص الماء بوت ويستنو يرأى.
قال مصعب بن شيبس بوه أحد رواة الحديث ديس وطوة: ونسيت العاشرة إتو ديك ديس اللسون إلا أن تكون المضمضة شاء بخكر زريداته. رواه مسلم. بخيونيك تقليم الأظافر معاش العياخر هو قسوة بحيث لا تترك حتى تطول. يشد عياخر دويزة إمعارش سيتش ياخ يلت. والتقليم يجملها يشد عياخر خزده ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. معار بوها عقول اللي يلشل بيوخلش دعيوه متراكمة أشي قول اللي يلشل. نتف الإبط فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. إيش سنة اتسير اتشود عباقر تيم كلر بالنتف توس وزوش عباقر أو الحلقية دعداشر أو غيرهما يقيج أور لما في إزالتها من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ونداج اتسير اتشود عباقر تقعد أنا رأيو وحجيوشل هم دعخا دوردو وحجنش التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. بس إيش حقو اللوش اتساعي مسخلرت. غسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. بس إيش هو بإلقت إخلو يولمتك شوش باختو تتروح بيوخلش قولش تويس معارش يولمتك إيش توا بإلق يقين شوش. الختان بوجوده هو طهارة ونظافة وله فضائل كثيرة. خاد ورد أنا الله دويز أنا الله يويز أحقا تعمل عنده تندق بيد نشبو تخاد ورن وهو واجب في حق الذكر وشناهن واجب دويز ومكرمة في حق الأنثى زوج نعقاح ديك دويز. ويضاف إلى هذه الخصال اشتهاق همان شنتتوخو استنشاق الماء مرجو كرزر والمضمضة بك كرزر والاستنجاء تنوير وشاء سنن الفطرة دو ستحقايا بيربوي. والحمد لله رب العالمين.